السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا مهاجم الأهلي وصل. النهاردة يا جماعة لسه طالع تصريح من الكابتن أمير توفيق إن خلاص خلص صفقة المهاجم، وهيتم الإعلان عنه قريب في اليوم ده، يعني النهاردة وبكرة إن شاء الله هيعلنوا عن صفقة المهاجم. هل بقى يا جماعة بعد المهاجم ده ما ينضم، هل كده مشكلة الأهلي خلاص اتحلت الهجومية؟ أنا مع الرأي إن الأهلي ما كانش محتاج مهاجم. عن نفسي أنا كعلاء، أنا عن نفسي مش كنت شايف إن الأهلي مش محتاج مهاجم. الأهلي كان محتاج جناح كمان مع الراجل الضاوي التونسي وأحمد عبد الهادي. والناس طبعا هتختلف معايا، ولكن الحمد لله انا هتن على رايي. انا شايف الاهلي عنده ثلاثة رئيسات حربة يسدوا يعني. عندك بالنسبه لي شادي حسين، عندك برونو سافيو، وعندك بيرسي تاو راجع من الاصابه خلاص، وبيرسي تاو في الفيرود برضه بيلعبها كويس. يا جماعه بيرسي تاو وبرونو سافيو مش اللعيبه اللي هتاخد الجناح على الخط رايح جاي، فده انا شايفه مش هينفعوا اجنحه الاثنين اذا كان برونو سافيو او بيرسي تاو، لان الاثنين لياقتهم ما تسمحش انهم ياخدوا الملعب كله رايح جاي، وشايفين بيرسي تاو ما بيلعبش ماتشين بيتصاب. فانا شايف ان الاثنين دول والله لو استغلناهم في راس الحرب هيأدوها باعلى كفاءه، اذا كان بيرسي تاو او برونو سافيو. وعندنا شادي حسين، انا بقول لكم يا جماعه ده مهاجم الاهلي، واي نعم عنده 29 سنه بس هيديك سنتين وشادح مهاجم كويس. انا بقول لكم راجل بيعرف يقف على الكوره، بيلعب هيدر كويس، وكان شادح حسين ده اتكلمت عنه كتير، والايام اللي هتثبت شادح حسين ده اذا كان مهاجم كويس ولا لا. الحاجه التانيه اللي حابب اتكلم فيها، خلاص سمعنا اخبار ان الاهلي بيفاوض عمر فايد مدافع المقاولين، وطلع الكابتن محمد ناجي جده قال الاداره وعمر بيفضلوا الاحتراف. وده يا جماعه انا بقول لكم المقاولين بتعمل كده عشان تعلي سعر اللاعب اكتر، مش فيك ما عندهمش نيه ان هم يبيعوا اللاعب بره، لكن هم عندهم نيه ان هم عايزين يعلوا سعره على الاهلي. يقول لك ده احنا كنا عايزينه يحترف فالاهلي يعلي سعره، ويزود لهم في النسبه لو باعناه تاني، يزودوا في نسبه المقاولين وكده. ودي على فكره عملوها مع طاهر محمد طارق لما يجوب الاهلي، قال لك لا ده احنا طاهر عايز يحترف واحنا عايزينه يحترف، فهم نفس اللعبه بيلعبها المقاولين على طول. طبعا طلعنا قبل كده صلاح والنني، فقال لك كل لاعب عندهم بيجي خلاص بيقول الكلمه ان هو ده لا اللي هيروح اوروبا هيبقى زي صلاح وزي النني، والناس هتصدق لان كان تعامل قبل كده صلاح والنني. لكن عملوها في طاهر وفي الاخر جه الاهلي، وشكل كده عمر فايد بيقرب من الاهلي مدافع المقاولين. وده برضه خامة كويسة، مش يعني مش اللي هو فز واو، بس انا شايفه خامة كويسة يعني، لسه ما بانش قوي يجي مني، بس يجي منه يعني. انت تابعت المباراة، كم مباراة كده لاعب خامة كويسة، في من احمد حجاز يعني فلسطين نفس ستايل احمد حجاز. فانا شايف هتبقى صفقة برضه يعني كويسة، بس مش شايفها ضرورية قوي يعني. انت شايف عندنا حمدي فتحي يلعب قلب دفاع عادي يلعب، عندك محمد عبد المنعم، عندنا محمود متولي، عندنا دي ثلاثة. لا ممكن برضو أنا شايف والله في أحمد رمضان بيكهام اللي فتح السيراميكا ده برضو كان لاعب كوير، بس خلاص هو عمر فايد جه برضه وأحمد رمضان بيكهام أي واحد فيهم يسد ولو الاتنين جم، لأن أحمد رمضان بيكهام ده من اللعيبة اللي ممكن تلعب مركز ستة قلب دفاع يعني نص دفاع زي ديانج ده. أحمد رمضان بيكهام كان بيلعبها مع منتخب الناشئين ومميز فيه. أنا شايف عمر فايد برضه هتبقى صفقة كويسة يعني عايز، لأن عارفين متولي الإصابة ومنعم إصاباتهم كتير، فممكن صفقة كويسة عمر فايد وأنا بقول لكم طالما دخلنا في حتة إن هم عايزين يسفروه أوروبا يبقى خلاص حاليا اللعبه في حته بس ما يعلي سعره على النادي الاهلي. فبقول لكم عمر فايد كده بنسبه 90% توقعت بقى في الاهلي. يبقى عندنا كده عمر فايد وخلاص خلصوا المهاجم اللي انا بقول لكم مش دي ازمه الاهلي من الايام وبيننا. اه هيجي المهاجم هنشوف لكن انت دلوقتي عندك الاجنحه مين؟ عندك احمد عبد القادر، عندك اللاعب التونسي الضوي اللي لسه مش عارفين هينسجم بسرعه ولا لا، عندك حسين الشحات اللي بيلعب ماتشين اه، وبقيه الموسم كلنا بنشوف كلنا بنقول على حسين الشحات، عندك طاهر محمد طاهر اللي هو مع الاهلي مش عارف يقوم دون بدور الجناح نهائي. انا شايف طاهر ده يلعب باك برضه، لانه ما بيستغلش عمام مهارته، هو بيستخدم جري وبس فلاعبه باك. وانا رايي طاهر محمد طاهر افضل مكلم على الاهلي هو حسين الشحات باك يمين. فانا شايف الاهلي كان محتاج جناح اكتر منه مهاجم، بس بقى ضغط الجمهور والناس كلها شايفه الكور الهجمات اللي بتضيعها وكل حاجه مش شايلينها راس الحرب. لكن انا مصمم ان الازمه الاهلي محتاج جناح اكتر منه راس حرب. وعلى الخساره والتعادل مع الانديه كلها بتخسر وبتتعادل. انت عندك النهارده مانشستر سيتي خسرت من مانشستر يونايتد 2-1، ومين مانشستر سيتي ومدرك مع مانشستر سيتي بيدربها جوارديولا المدرب الاعظم في العالم. لكن طبيعي هتقع ماتشات. الليفر النهارده يا جماعه خسر من برايتون 3-0 بقى من المركز الثامن. هل يورجن كلوب ده مدرب تعبان ولا الليفر ما عندهاش لعيبه ولاعيبتهم مش رجاله والكلام اللي بنسمعه كتير الايام دي؟ طبيعي يا جماعه كل الانديه هتقع، طبيعي انت مش بتلعب اصنام الفرق التانيه برضو انت بتلعبها بتصرف انت. يا جماعه الناس تنسى جيل ابو تريكه ده كانت فتره ذهبيه بتحصل فيها فريق زي برشلونه، فتره جوارديولا مع شافي وانيستا وميسي بتبقى جيل ذهبي فهو مش لكن ده مش دي القاعده. يعني حاليا كل فرق العالم حاليا كلها بتقع كلها بتخسر وبتفوز وبتتعادل. فالناس تشيل من دماغها فكره جيل ابو تريكه وتقارن ما بين جيل ابو تريكه وبركات. كانت كل لعيبه مصر المميزين بيجوا الاهلي الفتره دي يا جماعه، لكن حاليا
الفرق كلها لعبه قريبه من بعضها، فطبيعي الاهلي هيقع ماتشات، هيفوز ماتشات. لكن الضغط على الاداره شايف هي اللي سببت انها تجيب راس حرب، لكن شايف الاهلي كان محتاج جناح اكتر منه راس حرب. لان انا بقول لك انت عندك برونو سافيو مش هينفع يلعب غير راس حرب، عندك بيرسي تاو بسبب اصاباته عشان تلعبه جناح ماتشين هيقع منك تاني، عندك شادي حسين والله مهاجم كويس، عندك محمد شريف ما كان واخد هداف الدوري وكان كله بيطلع بيه السما قبل كده، عندنا اربعه مهاجمين بالنسبه لي شايفهم اربعه. فانت كنت محتاج جناح مع احمد عبد القادر، واللاعب التونسي الضاوي لسه مش عارفين اذا كان هيثبت نفسه ولا هيبقى ايه دنيته. لكن هي بقى هنشوف مع مجلس الاداره في صفقه المهاجم. انا بقول لكم تاني مشكله الاهلي اكتر ان هو عايزين لعيب جناح، لعيب مهاري، لعيب اللي بيخترق. لكن حته تضيع الفرص يا جماعه، ما المدرب يعني مهاجم الليجا ده مش هيضيع فرص، هيضيع برضه. لا ازمه، يعني ازمه راس الحربه يا جماعه لو في العالم كله هتلاقي ازمه عالميه راس الحربه دي، يعني قليلين في العالم راسات الحربه الفذه اللي من اي نص فرصه بيجيب لك جول. لكن انت عندك اللي جاي والله ما هيبقى احسن منهم كتير، وهنلاقيهم مبينانا. هنشوف المهاجم اللي هيجي ده مش هيبقى اعلى من شادي حسين ولا بيرسي تاو ولا برونو ساف، هيبقى فروق بسيطه، ممكن يكون اقل منهم كمان. وهنشوف الايام جايه مش رايحه. حابب بقى بكره ان شاء الله يا جماعه في ماتشين برضو مهمين، حابب اعرفكم اللاعب اللي حابب يتابعهم. في مباراه ريال مدريد وبرشلونه في كاس السوبر الاسباني ان شاء الله بكره الساعه 9 مساء. وانا عن نفسي بالماتش زي ده طالما شافي اللي بيدرب برشلونه هشجع شافي، هشجع برشلونه، لان انا بحب شافي من ايام ما كان في برشلونه بيلعب وكان تحت قياده جوارديولا في الجيل الذهبي. انا بقول لكم بتبقى الجيل الذهبيه دي ما تحكموش عند القاعده. حاليا برشلونه دي شايفينها ومش عارف، مش عارفه تقف على رجليها. فانا توقعاتي الماتش ده برشلونه يعني فرص اعلى بالنسبه لي انا، لان أنا شايف شافي بيحب يلعب كوره، بيحب الكوره الحلوه بقى فاز خاصه. انا بحب الفريق اللي حابب نفسه يلعب كوره فلازم، فشايف انا حاسس ان نفسه لعيبه برشلونه بيحاول يرجعهم للتيكي تاك. انا هتبقى مباراه جميله ان شاء الله، اللي حابب يتابعها بكره الساعه 9. المباراه الثانيه توتنهام وارسنال، وارسنال بيدربها طبعا التلميذ جوارديولا، اسمه نسيت مش متذكر اسمه يا جماعه، ارتيتا ولا مؤاخذه، ارتيتا اللي بيدربهم. فانت حتى يعني اللي بينافس جوارديولا تلميذه، لو فاز بكره هيبقى الفرق 8 نقط. وبرده الدوري لسه بعيد يا جماعه، انت تقريبا دي الجوله 18 لسه فاضل، تقريبا فاضل 20 جوله لسه. كان لسه بدري على الدوري، الناس تتكلم الدوري هيتحسم لو ارسنال فاز بكره على توتنهام. لسه بدري يا جماعه، بقول لكم فاضل 20 مباراه، فلسه بدري خالص على حسم الدوري ده. واخر حاجه حابب اتكلمكم فيها النهارده، الاهلي السيدات خد كاس السوبر خد كاس سوبر الطايره. وده يا جماعه بالمناسبه البطوله رقم 50 للكابتن نهله سامح، كابتن فريق الطايره السيدات، واخده 19 دوري. انت عارف يعني ايه واخده 19 دوري؟ يعني الاهلي ما فيش حد بينافسه في الكره الطايره السيدات. 19 دوري ده يعني تقريبا نهله سامح ما لعبتش اكتر من 19 موسم مع الاهلي، فان معناه ان ما فيش غير الاهلي بينافس نفسه في لعبه الطايره السيدات. وفي الرجال برضه، فانا شايفين الاهلي في الصالات يعني يعني بقاله فتره مسيطر. يعني امبارح في السله مكتسحين في الزمالك رجال، الاهلي السله في فرق تقريبا 28 بونت. فالاهلي في الالعاب الصالات حاليا انا شايفه ماشي كويس، مستمر وماشي كويس. واللي اللعبه الوحيده اللي كانت واقعه مننا شويه اليد، وبيحاول وجابوا مدرب عالمي فيها. بس انا شايف الاهلي مشكلته اكتر يا جماعه في اللعيبه، كواليتي لعيبه الاهلي في اليد هو اللي محتاج يتغير شويه، تشوف لعيبه جديده تطلع لعيبه كواليتي اعلى من اللي موجود حاليا في الاهلي. الاهلي غير تقريبا بتاع اربع خمس مدربين السنتين الاخرانيين وبرضه بيخسر من الزمالك. وانا بقول لكم السبب فيها مش المدرب، كواليتي لعيبه الاهلي في اليد بامانه اقل من اقل من لعيبه الزمالك. لكن في بقيه الالعاب الاهلي انا شايف ما شاء الله في السله اعلى سكواد في الفرق كلها فريق الاهلي، في الطايره اعلى سكواد في برضه فريق الطايره هو فريق الاهلي. فانا شايف الاهلي في العاب الصالات كويس، بس في اليد محتاج كواليتي لعيبه، يضيف اتنين لعيبه كده كويسين يسندوا الفريق، لان في اليد الاهلي هيعاني برضه لسه على الوضع الحالي بتاع الجيل اللعيبه ده، لسه هيعاني. ومع فريق الاهلي اكون نهايه حالات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.